في قلب السافانا الإفريقية ولد شبل صغير تحت سماء حارقة وسط قطيع من الأسود التي تحكم أرضها بشجاعة وغريزة. كان اسمه ليو، شبل يتمتع بالفضول والقوة، وتعلم منذ صغره أن الحرية ليست مجرد مساحة بل شعور يعيش في القلب. كانت أمه تحكي له عن الملوك الذين لا يهزمون وعن الزئير الذي يرهب الريح، لكن ذلك كله انتهى عندما باغتهم الصيادون. في ليلة صامتة انقض بشر بأسلحة وخدعة لا يفهمها الحيوان. أسر ليو وقيد ووضع في قفص ضيق يحرمه حتى من أن يمد مخالبه. لم يفهم لما تم اقتلاعه من تراب ولد فيه، ولا كيف أصبحت رائحة الحديد تحيط به بدلاً من رائحة العشب والدم والحرية. نقل عبر السفن وأسلم إلى سيرك في مدينة لا يعرفها، حيث كان الناس يضحكون على زئيره ويصفقون عند سقوطه. كبر في الأسر وتحول من شبل إلى أسد مكتمل، لكنه لم ينس من هو. كانت عينيه تحملان حزن البراري وحنينا إلى شيء لم يعد موجودا داخل السيرك. لم يكن هناك صديق سوى طفلة صغيرة تدعى صوفيا، رأت في عينيه ما لا يراه الآخرون. لم تخف منه بل أحبته، وكانت تهمس له من خلف القضبان، تطعمه من يدها وتحدثه كما يحدث المرء قلبه. ومع الوقت أصبح وجودها سببا لصموده. لكن القيد لا ينسى، وفي يوم من الأيام وأثناء عرض مزدحم رفض ليو الأوامر. زأر زئيرا مختلفا، ليس زئير ألم بل زئير كرامة. أحدث الفوضى، قفز فوق الحواجز وركض نحو المجهول. طاردته الشرطة وحاصرته الأضواء، لكنه لم يتوقف. لم تكن المدينة له، لكن الخوف لم يعد حاكمه. صوفيا التي فهمته دون كلمات ساعدته على الاختباء، ثم أوصلته إلى منظمة لحماية الحيوانات، وهناك ولأول مرة منذ خطفه فتح القفص دون شرط. نقلوا إلى محمية طبيعية في وطنه القديم. لم تكن الحرية سهلة. الطبيعة تغيرت، الأسود تغيرت، وها هو يعود غريبا بين من يفترض أن يكونوا عائلته. لكنه لم يتراجع. واجه أسدا شابا يتزعم القطيع بعنف لا حكمة فيه، ودون رغبة في الدم تحداه، اشتبك معه، انتصر عليه، لكنه لم يقتله. سار مبتعدا ووقف في وسط الأرض كمن لا يريد ملكا بل فقط وطنا. حينها تبعته الأسود، لا خوفا بل احتراما. وقف على التل ونظر إلى الشمس وهي تغيب. أطلق زئيرا أخيرا، لا يعلن فيه سيطرة بل عودة. كان ليو قد عاد، ليس كأسد عادي بل كرمز لكل من عرف الأسر ولم يستسلم حتى استعاد حريته.